عندنا كروب بالغني وبالفالح والصالح والمالح. فأحد الأشخاص يعني هو كلهم علاقتي بيهم تربطني مجرد صداقة عادية، لكن بعض الأشخاص أعرفهم يعني من زمان. كان يقول لي هذا الشخص، يقول لي سيد أنت ليش صوتك ما فرد نوع؟ يعني العفو، ليش صوت هذا يمك؟ قلت له والله يا أخوي أنا قاعد ورا البيت. قال لي بخت جدك يا سيد، شكو قاعد ورا البيت؟ قلت له والله ما عندي نت وبتعرف الوضع تعبان. كان يقول لي سيد تحكي الصدق انقهر من يمه. وأشخاص اللي ويانا بنص الجروب يعني متمكنين ماديا وعدهم خير من الله، ما حد قال ليش بيك. وأنا مو قصة إنه والله محتاجة حتى يقول ليش بيك أصلا، لا والله، بس المفروض يقولها حتى لو الطيب خاطر. هذا الشخص يعني حالته تعبانة وظروفه تعبانة وحس بي. كان يطلب لي خاص، قال لي سيد على بخت جدك. قال ليش تقعد ورا البيت؟ قلت له تعال شوف وين اقعد، على التاير. قلت له مخلي التاير ورا البيت واقعد عليه على مود اكنك على النت. قال لي سيد ليش ما تدخل البيت وتكنك على الخط احسن ما تظل مكنك على فلان وعلان. فالعبرة من السالفة ما حد يحس بالفقير، بس الفقير بس اللي ضايق العوز يحس بالعوز. فإذا وجدت إنسانا محتاج فساعده. الحياة مواقف كما تدين تدان. الزرع تحصد، شو تسوي بالدنيا ما شو عقب الله سبحانه وتعالى يعيدك إياها. فحاول تحسن أعمالك بالدنيا قبل لا تنزل للقبر. فلوسك كلها وموبايلك الحديث وسيارتك الحديثة كل شي ما يدوم لك صدقني، ويوم من الأيام راح تندم على كل شي سويته من ذنب. سوي لك عمل خير لعل الله سبحانه وتعالى يرحم بحالك.